أهلا وسهلا بكم في برنامج رأي عام. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأحبة في حلقة جديدة من برنامج رأي عام. كثير ما تردنا رسائل عبر التواصل الاجتماعي أو عبر الهواتف المحمولة: لا تحفظ صورك على الجهاز لأنه معرض للسرقة أو الفقدان. لا تحفظ بياناتك الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي لأنها معرضة للقرصنة والتهكير. لا تستبدل جهازك بجهاز آخر مستعمل لأن هناك برامج تعيد البيانات المحذوفة. حلقتنا لهذا اليوم عن الابتزاز الإلكتروني. ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. حلقتنا لهذا اليوم عن الابتزاز الإلكتروني. ضيف الحلقة المقدم الدكتور علاء عزيز الغانمي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم وصيام مقبول للجميع إن شاء الله، وأهلا وسهلا بكم. دكتور، ظاهرة الابتزاز الإلكتروني ظاهرة دخيلة على مجتمعنا. شنو دوافعها، أسبابها اللي رصدتوه من خلال الحالات اللي شفتوها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نرحب بكم وأهلا وسهلا بكم. هذه الزيارة الكريمة. بالنسبة للابتزاز الإلكتروني، الحقيقة أن وزارة الداخلية شخصت الابتزاز الإلكتروني أنه من أهم المخاطر التي تواجه المجتمع. لذلك تضافرت جهود الأجهزة الأمنية مع المواطنين لغرض الحد من ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، كونها ظاهرة خطيرة تهدد أغلب المجتمعات وليس فقط المجتمع الأفريقي، نتيجة سوء استخدام وسائل التواصل وشبكة الإنترنت. الابتزاز الإلكتروني هو تهديد وترهيب لضحية ما بنشر صور أو مقاطع فيديوية أو محادثات تحمل طابع سرية خاصة بالضحية. كيف حصل هذا المبتز على هذه المعلومات والصور؟ حقيقة أنه موجودة عدة طرق. أما أنه بتهكير الصفحة أو بإرسال روابط مجهولة، ممكن أثناء النقر عليها ممكن أن يتهكر صفحة هذا الشخص أو أجهزته، وبالتالي ممكن الدخول على الكاميرا وعلى المايك وعلى حتى الاستوديو اللي داخل الجهاز. هذا من جانب آخر، هناك بعض الأشخاص، بعض الضحايا، هو يساهم بإرسال هذه الصور عن طريق الهندسة الاجتماعية، اللي هي عبارة عن توجيه بعض الأسئلة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. أثناء التعليق على هذه الأسئلة أو الإجابة على هذه الأسئلة راح يحدد المبتز أهدافه. من يعاني من مشاكل الاجتماعية، يستهدفون النساء والرجال، يستهدفون الشباب والكبار. ماكو يعني فئة محددة هي اللي الكل مستهدف بالابتزاز الإلكتروني. الشرطة المجتمعية أخذت على عاتقها أنه تسد الثغرة موجودة، أنه إذا الضحية هو ساهم بإرسال هذه الصور راح يكون من الصعب عليه الوقوف أمام سيد قاضي التحقيق أو الذهاب إلى مركز الشرطة. من الصعب عليه، هو أصلا هو ساهم بإرسال هذه المواد عن طريق انخدع وأرسل هذه المواد الخاصة به. لذلك المبتزين يعرفون أنه هذه النقطة، أنه صعوبة الوصول إلى مراكز الشرطة، إلى جهاز الأمن الوطني. فوزارة الداخلية خصصت هذا الواجب والقت على عاتق الشرطة المجتمعية. خصصنا خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين من الضحايا، الخط 497 497. هذا خاص بالشرطة المجتمعية. حال تلقينا أي طلب من المواطنين، أي مناشدة بخصوص وجود حالة ابتزاز إلكتروني، نتحرك على الأطراف، يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المبتزين، تأمين الحسابات، بالإضافة إلى استخدام وسيلة الضغط الاجتماعي. احنا أكثر الناس اللي يعني المناشدات اللي تجينا، عائلة الشخص المبتز هي تصير مع الشرطة المجتمعية ضد هذا الشخص اللي قام بالابتزاز. اليوم حضرتك تعرف احنا مرتبطين بمجتمع عشائري، مجتمع ودكتور أنا ردت أسأل هذا السؤال، أنه بعض النساء مثلا من خلال سرقة الهاتف أو من خلال فقدانه أو من خلال الثقة الزائدة تبتز إلكترونيا، لكن ما تقدر تصرح لأهلها، زوجها أو والدها، وما تقدر توصل للمراكز. شنو النصح هنا إذا صارت مثل هاي الحالة؟ نعم بالضبط، مثل ما ذكرت لحضرتك، أنه إذا كان
عن طريق الهكر أو عن طريق فقدان الجهاز، ممكن تسجيل شكوى عن طريق مراكز الشرطة وعن طريق الأمن الوطني. الأخوة أيضا محكمة تحقيق كربلاء أضافت هذا الواجب إلى الأمن الوطني، الأخوة بالأمن الوطني تسجيل شكوى أصولية. أما إذا تعذر على الضحية أنه الوصول إلى مراكز الشرطة ولا الأمن الوطني، احنا راح نسد هذه الثغرة. مجرد الاتصال على الخط الساخن راح نباشر بسد هذه الثغرة ومعالجة الحالة. احنا طبعا عندنا جانب، أخذنا جانب أيضا التوعية لزيارة المدارس، زيارة الجامعات، زيارة حتى دوائر الدولة. نوضح الطرق اللي يدخلون من عندها المبتزين. شنو الطرق؟ مثل ما ذكرت لك، مثل الهندسة الاجتماعية أو عن طريق إبداء الإعجاب وما شابه ذلك، مرات عن طريق وجود فرصة عمل يستدرجون الضحايا، أو عن طريق الكوزمتيك والأشياء التسوق الإلكتروني ممكن أيضا. فهذه الطرق كلها نوضحها أثناء لقاءات ومحاضرات موجودة. لذلك بدأت تتراجع ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، تتراجع بحدود 60%، بدأت تتراجع يعني عن فرق عن السنة السابقة. ما هي النصائح اللي تقدموها للمواطن اللي يحافظ على نفسه وعائلته دكتور؟ أولا ننصح بعدم التواصل مع أشخاص الغرباء، تأمين الحسابات بكلمة سر تكون يعني كلمة سر مميزة صعب اختراقها، عدم إعطاء أجهزة الموبايل إلى أي شخص، عدم التواصل مع صفحات وبيجات السحر والشعوذة، هذا أيضا من الطرق اللي يدخلون منها المبتزين، والحصول على معلومات خاصة بالضحايا وبالتالي ابتزازهم، عدم التواصل مع الأشخاص الغرباء، عدم الرد على الاتصالات الفيديوية عن طريق الواتساب أو التطبيقات الأخرى، بالإضافة إلى عدم قبول الصداقات من أشخاص مجهولين من الصفحات المجهولة الحديثة. بالإضافة إلى عندنا بعض النصائح للأخوة، أنه عدم التواصل مع المبتز أثناء التعرض للتهديد، عدم التواصل معه، سرعة الإبلاغ لدوائر الدولة والخطوط الساخنة حتى نتدخل بأسرع وقت لتأمين الضحايا. بالإضافة إلى إحنا من نوضح هذه الطرق، بالإضافة إلى أثناء محاضراتنا إحنا جاي نوضح المادة القانونية اللي تحاسب عن الابتزاز الإلكتروني. المادة القانونية عندنا المادة 430 431 كذلك 432 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 69، تصل عقوبة الابتزاز الإلكتروني إلى 7 سنوات سجن. أكثر الأشخاص اللي يجون يعني في مقتبل العمر، أحداث ما يعرف أنه هذا العمل اللي قام به هو عمل يعني ممنوع ويحاسب عليه القانون. من أوضح له أنه ممكن بهذا الخطأ منه يهدد شخص ممكن أن يفقد من حياته 7 سنوات داخل سجن. فبالتالي ما تعود اللي المسائل اللي نعالجها ما تعود للظهور مرة أخرى. بالإضافة إلى عندنا قاعدة بيانات بالأشخاص اللي ارتكبوا سابقة الابتزاز الإلكتروني مثبتة بالشرطة المجتمعية، بالإضافة إلى مثبتة بقسم الإحصاء في قيادات الشرطة. فبالتالي احنا نستفيد من التجارب السابقة حتى نوعي المجتمع، وهذا جانب مهم جدا، انه من اوضح له الطرق، اوضح له كيفية دخولهم. بالتالي بدأت تقل وتتراجع موضوع الابتزاز الإلكتروني. طبعا هاي جهود مشتركة مع اخوة في قيادة الشرطة، قيادة شرطة كربلاء، الاخوة في قسم التقنيات والمعلوماتية في كربلاء، كذلك تابع لجهاز الاستخبارات، كذلك تنسيق مستمر مع جهاز الأمن الوطني. كل هذه الأجهزة حريصة أنه تنهي موضوع الابتزاز الإلكتروني عن طريق توضيح هذه الطرق ونشر الثقافة القانونية التي تحمي المواطن. شكرا لكم دكتور، معلومات قيمة جدا. نشكر جهودكم، نشكر مثابرتكم، نشكر الشرطة المجتمعية اللي نشوفها تشكل فرق دائما جوالة تنصح المواطنين. الله يحفظكم، وأنا أشكركم على اهتمامكم بالموضوع. والشرطة المجتمعية هو أخوانكم والدائرة دائرتكم، وإحنا موجودين دائما. بالإضافة إلى خطنا الساخن 497 دائما موجود، كادر متخصص، كادر نسوي أيضا ليرد على النساء لاستقبال طلباتهن. بالإضافة إلى الخط مجاني دائما ومرتبط بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى الكادر مدرب للحفاظ على سرية المعلومات. وأشكركم مرة ثانية. شكرا سيادة المقدم، شكرا. في ختام حلقتنا لا يسعنا إلا أن نقول ما زال المواطن يفتقر للثقافة الرقمية، وما زلنا نطالب بتضمين التربية الإعلامية الرقمية ضمن المناهج التربوية، علها تكون لقاح لمرض يستفحل في المستقبل. تقبلوا تحياتي
في الإعداد والتقديم حامد عبد الخالق، في الإخراج محمد محسن، وفي الإشراف العام عصام الزهيري.